السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنخزن ورق العنب بطريقتين، طريقة برا الفريزر وطريقة جوه الفريزر. اللي جوه الفريزر دي الطريقة المعتمدة بتاعتي بقالها سنين وأنا بعملها دايما على طول، طريقة مضمونة وسهلة وبسيطة جدا. أما الطريقة اللي برا الفريزر أنا شفتها وعجبتني وقلت أشاركها معاكم. هنا رصيت ورق العنب بالشكل ده، نقطت اللي فيها بقعة صفرا أو المخرمة أو اللي مقطوعة بالشكل ده، وجبت ورقة كبيرة وقمت سايبة العنقود فيها كده، وبدأت أجيب الورق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده من عند الفتحة كده وأدخلها في العنقود لحد ما ما العنقود بتاع الورقة اللي تحت يتملي معايا، وهكذا لحد ما خلصت كل الورق. بالطريقة دي كمان تقدري تنقي الورق اللي هو الورقة اللي هي الطرية واللي لونها فاتح، ما يكونش هي لونها غامق وتكون ناشفة كده. هنا بقى معايا برطمانات ازاز عادية خالص اهي، بتاعة مربى وكانت عندي من زمان. هبدأ بقى ألف كده ورق العنب رولات بالشكل ده، رول كده، وأدخلها جوه البرطمان لحد ما يتملي معايا. أنا لسه ما سلقتوش خالص، دي أول طريقة اللي هي هتبقى بره الفريزر. هكبسه كويس جدا بالورق، مش هسيب فيه فراغات خالص. دي كانت ورقة لقيت فيها بقعة صفرا كده فشيلتها على جنب. تمام كده. حابة بقى تطبقيه مربع بالشكل ده زي ما تحبي، حابة تعمليه رول كده اللي ترتاحي له اعمليه يعني. أنا بحاول أظبط الورق الصغير اللي تحت والكبير اللي فوق عشان أعرف أطبقه بالشكل ده، وأرصه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده جوه البرطمان لحد ما اتملى معايا وضغطته كويس جدا. هبدأ بقى أعمله المحلول. المحلول كوبايتين مية وعليهم كوباية خل أو 3/4 كوباية خل أبيض عادي من بتاع الأكل. تمام كده. وهحط لهم معلقة سكر ومعلقتين ملح، أنا هنا عملت مقدارين عشان تكفي البرطمانات اللي معايا. ممكن تستخدمي الملح اللي هو الخشن اللي هو الرشيد أو الملح العادي بتاع الأكل الناعم، مفيش أي مشكلة. وحطيت لهم برضو معلقة سكر زي ما قلتلكوا في الأول إن أنا بعمل هنا مقدارين. تمام كده. هدوب بقى كل المكونات دي مع بعضها، هدوبهم كويس جدا لحد ما الملح والسكر يدوبوا. وهبدأ بقى أحط في البرطمانات حبة بحبة كده لحد ما يبدأ الورق يتشرب كل المية ويتملي للآخر خالص، بحيث إن هو معادش يقبل مية يعني. واحدة واحدة كده، هو عشان مكبوس كويس فهو هيبدأ يشرب المية بالراحة زي ما انتوا شايفين كده. وده الوقت المناسب اللي تقدري تخزني فيه ورق العنب، لا بيكون في الأول خالص أول ما بيظهر ولا بيكون في الآخر، لأن في الآخر ده بيكون الورق خلاص نشف وبيبقى يكون بقى عريض قوي زيادة عن اللزوم كده. في الوقت ده بيكون الورقة متوسطة وبتكون رقيقة واللون بتاعها أخضر فاتح، ما بيكونش أخضر غامق. أنا ظبطت كده البرطمانات ومليتهم للآخر زي ما انتوا شايفين معايا كده. وبعد كده هنجيب الاسترتش راب، أو لو ما عندكيش استرتش جبت كده كيس من اللي هو التلاجة وقطعته بمربعات على قد الفتحة بتاعة البرطمان، علشان اللي ما عندوش استرتش يبقى الموضوع سهل وبسيط جدا. وهبدأ بقى أقفل كده البرطمانات زي ما انتوا شايفين كده فوق الكيس. تمام كده. وبعد كده هنشوف بقى الخطوة اللي معانا. في الوقت ده بكون حاطة حلة بتغلي على النار، مية عادية خالص بدون أي إضافات. وبعد كده هبدأ أنزل فيها البرطمانات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هفضل أسيبها تغلي نص ساعة
أو لحد ما الورق جوه البرطمان يبقى لونه أصفر، يعني لونه يتغير من الأخضر للون اللي هو الأصفر. هنا باضغط على الغطا كده باشوف كبسولة الأمان اتعملت والّا لأ. طبعًا لمّا بيكون جامد بتكون الكبسولة خلاص اتقفلت، لمّا بيكون لسه بينزل لتحت كده أو الغطا بيكون يعني زي طري كده، بيبقى كده الكبسولة ما اتعملتش أو ما اتقفلتش. هنا كده البرطمانات طبعًا كنت أنا طلعتها من المَيّة وبالشكل اللي أنتم شايفينه ده، المَيّة طبعًا بتكون نقصت معايا. بتيجي أنتِ في نُص الفترة كده وتبدئي تقلبيهم على الغطا وبتخزّنيهم عادي في ضلفة المطبخ أو بتحطيهم في أي مكان، المهم بيكون برّه التلاجة وطبعًا هي دي طريقة تخزينهم وبتقعد معاكِ من السَنة للسَنة. هنبدأ بقى نعمل الطريقة التانية، معايا هنا حلة فيها مَيّة بتغلي وحطيت فيها نقطة زيت وعصرة ليمونة، عصرة ليمونة ليه؟ عشان تحافظ لي على خضار الورقة، ونقطة الزيت علشان تخلّي لي الورق سهل في إن أنا لمّا باجي أحشي بتبقى مزحلقة الورق ما بتخلّيهوش ماسك في بعضه. تمام كده؟ هابدأ بقى أجيب الورق كده رصة برصة، أشتغلها كده من تحت من أول ورقة خالص، زي ما أنتم شايفين كده بالعنقود بتاعها، وهانزّلها في المَيّة وأطلّعها على طول، مش هاغيّبها خالص في المَيّة، يعني هاغطّسها تغطيسة كده وأقوم مطلّعاها. ومعايا هنا على الجنب كده مَيّة بتلج، باقوم منزّلة فيها الرصة برصتها كده أو بالشكل ده. أنا عايزة الورق هنا مش مستوي أوي أو مسلوق أوي، عاوزة تكون الورقة لسه فيها الخضار بتاعها أو محتفظة بالخضار بتاعها. خلّصتهم كده، شايفين فيها لسه الأخضر زي ما هو إزاي، وجِبت هنا برطمانات بلاستيك وممكن برضه إزاز، بس أنا استخدمت الإزاز كلّه في الوصفة الأولانية، وهابدأ برضه أعمل الورق رولات بالشكل ده. أنا دايمًا باخزّن ورق العنب اللي في الفريزر في إزاز عادي، ما تخافيش الإزاز مش هيفرقع. هابدأ برضه أعمل رولات كده أو ممكن تعمليه برضه مربعات زي ما أنا عملت لكم في الطريقة الأولانية، وهابدأ برضه أكبس البرطمان كويس جدًا. الطريقة دي يا جماعة أنا باعتمدها طول حياتي من قبل ما يبقى أصلًا في يوتيوب ولا سوشيال ميديا ولا أي حاجة. أنا شُفت البرطمانات اللي هي بتيجي جاهزة في السوبر ماركت دي، وبدأت يعني أعمل تجارب كده إن أنا يعني أعمل زيّها وجرّبتها مرّة فنجحت معايا وطول عمري بقيت أعملها على طول. باطلّع الورق كإنه لسه جاي لسه يعني طازة. طبعًا أنا باعمل التطبيقة اللي هي المربعة دي في الآخر، لإن إحنا ما عندناش البلاستيكية اللي بتبقى محطوطة على وش البرطمان اللي أنتم بتبقوا عارفين اللي هي بتبقى جاية جاهزة دي، فباضطر أعمل اللي هي التطبيقة المربعة دي لإن بتحكم لي الورق كويس من فوق وبتضغطه لي لتحت. هنا جبت مَيّة عادية خالص، حطيت عليها معلقتين ملح وبس كده من غير خل ومن غير أي حاجة، وأبدأ بقى أسقي البرطمانات كده لحد برضه ما تشرب المَيّة كويس جدًا. والطريقة دي أفضل بكتير من اللي بتتلف في الإسترتش راب، الإسترتش ده بيخلّيها تتكسر لمّا بتكون متلجة، ولازمًا تكوني مخزناها بطريقة معينة. هاسقيهم لحد ما يتملوا خالص مَيّة للآخر، وهاخبط خبطتين كده علشان لو في فراغات أو في هوا أو حاجة جوه البرطمانات تطلع لفوق وتتملى كويس جدًا بالمَيّة. وهاقفلها بقى القفلة العادية خالص من غير أي حاجة ولا كيس ولا أي حاجة، وتقدري بقى تخزنيها في أي رف أو أي درج في الفريزر، بتحطيها بقى على أي وضع بالشكل ده، واقفة، نايمة، على الغطا، زي ما تحبي، دي ما لهاش أي طريقة خالص وسهلة جدًا، ودي طريقتي المجربة من سنين زي ما قُلت لكم.
هتطلعي الورق كأن جايباه طازة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.